السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بنا على النبي واذكروا الله، وتعالوا بينا ندخل على الفيديو وعلى روتيننا كده الجميل من أول اليوم. عملنا ايه وطبعا اللي أول مرة يزور قناتي ياريت يشرفني ويشترك في القناة ويحط لنا اللايك الجميل بتاعه. أما حبايبي اللي اخواتي اللي موجودين ومشتركين عندي من بدري، فبالله عليكم ما تنسوناش في اللايك علشان الفيديو يترفع، وكمان علشان المشاهدات بتاعته تعلى. تمام كده. انا طبعا لسه ما كملتش شروط القناة زي ما قلت لكم، لسه يا دوبك ما كملتش غير الشرط الاول 4000 ساعة. تحسوا ان ايه مش راضيين يتحركوا ابدا علشان اكمل شروط القناة. تمام. النهاردة بدأنا يومنا كده من الصبح بدري. عجنا بصراحة في اليوم ده، انا كنت تعبانة وخليت بنتي هي اللي عجنت، وسمينا بالله كده، وانا وبناتي الاتنين كده واشتغلنا ايه في الخبيز. النهارده باذن الله كده هنخبز وهوريكم العيش هيطلع حلو ازاي. آه يعني انتظروا معايا. فالنهارده الكل بيساعد في خبيز العيش. تمام كده. اهو بنتي يعني هي اللي عجنت، هي اللي قطعت العيش، هي كمان اللي رصت. بصوا ما شاء الله العيش بتاعها زي الفل. هي كانت اصلا من اول العيش كده ما طلع من الفرن وتقول خبيزي الحلو عجيني الحلو، وفرحانة جدا بالخبيز بتاعها. بصوا يعني العيش ما شاء الله بيجب خالص. انا كنت برص على فرن وهي قالت انا هولع الفرن التانية كده اللي هي فرن سلفتي كده، وقالت ايه ارص عليها. احنا حاطين الافران بتاعتنا كده على السطح بنخبز عليها في الوسع وجنب الشمس، وبتبقى الدنيا كده مرتاحة وكل حاجة جنبينا. تمام. هنا العيش ما شاء الله اول ما بيخمر، طبعا انا وريتكم خبز العيش كتير خالص في القناة، فانا محبتش اوريكم الخطوات بالتفاصيل. هو العيش بيطلع حلو زي الفل. الناس اللي بتقول لك لا اصلا انا بخبز العيش مش عارفة ايه وايه، بيرجع نوع الدقيق. لو نوع الدقيق كويس بيطلع العيش زي الفل زي التفاح زي ما انتوا شايفين. لا الدقيق مش حلو بيطلع العيش مش حلو برضه. فالدقيق ما شاء الله بتاع التومين الى جانب الدقيق بتاع القمح، احنا بنخلطه على بعض طالعين ما شاء الله هما الاتنين زي الفل، فبالتالي العيش طلع معانا تحفة. وطبعا هنخلص الخبيز بتاعنا فهننزل نحضر ونجهز غدا. وبعد ما نجهز غدا هنعمل شوية لفت كده مخللين، هوريكم طريقته الصحيحة. ناس كتير بتقطع اللفت بعد ما بتغسله وبتحطه في البطرمان وبتحط عليه سواء بنجر او تحطه كده وخلاص. فعلى بتاخد يعني ربع الكمية من المخلل اللفت، وبالباقي ايه بيترمي بيدوب كده وبيبقى كده زي ما بيقولوا حايض دايب، فما بيبقاش حلو. بصوا التصوير بتاع تليفوني وكمان تصوير تليفون بنتي، تليفوني مكسح خالص مطلع صورة العيش. هو على فكرة والله هو نفس العيش، بس شوفوا في تصوير تليفونها طالع حلو جدا، وتصوير تليفوني طالع يعني استغفر الله العظيم كأني أبيض وأسود. بصوا كده اللفت المخلل الحلو الجميل، وكمان هنحط له جزر وهنحط له شرايح من الفلفل الحامي، هيديكي احلى لفت مجرمش حلو جدا. اتبعوا معايا الخطوات وانتوا هتعرفوا ازاي هيفضل معاكم مجرمش. واهم الخطوات علشان تختاري اللفت الكويس بحيث ايه يعني ما تتخمش فيه لو هتشتريه. لكن اللفتات دول بصراحة كان يعني واحد صاحب ابني اداهم له كده هدية، زارعينه في الزرع. احنا كلنا كده في الصعيد اللي بيبقى زارع حاجة زي كده بيوزع على الجيران، ده بيدي ده وده بيدي ده، فما شاء الله كده يعني ربنا يديم المحبة والحب والألفة. الحاجات دي يعني جربت تندثر كده وتختفي خالص من الوجود، ان المحبة وان ده اللي معاه حاجة يدي ده وكده. شفتوا هنا يعني انا كنت انا وبنتي برضو بنقطع في الليفت زي ما انتوا شايفين. هي حبت تعمل بالقطاعة بتاعت المخلل، وانا ساعات بستسهل كده ونعمل الشكل اللي معتادين عليه اللي هو بنقطعها بالسكينة بتاعت امهاتنا دي. مفيش والله احلى منها. بص بقول لكم هنا الليفتايه الكبيره خالص ما تتغروش فيها تقولي ايه نجيبوا الليفت الكبير خالص هيطلع ملوف من جوه. هوريكم ان هو ده علشان احنا ايه في شهر 12، والليفت ايه مزروع من بدري مع البرسيم. هو بيتزرع مع البرسيم عشان الناس ما تقولك ازاي يتزرع مع البرسيم، هو بيتزرع الليفت معروف مع البرسيم. تمام.
فبيعملوه كده على جوانب زرعة او غطا البرسيم، فبيطلع اللفت كده وبكمية وفيرة، اقل يعني تجاوي من البرسيم بتطلع لك كمية محترمة. ان اهل البيت او اهل الزرعة والجيران وجيران الجيران وكل اللي محتاج بياخد منها وبيخلل، بيبقى ما شاء الله ربنا مبارك. وخصوصا اللفت ده علشان بيتوزع على الحبايب والجرايب والجيران وكده، فربنا بيبقى مبارك فيه خالص. يا ريت نحافظ على حل الحتة دي، حتة ان احنا يعني يبقى فيه تآلف ومودة كده والأخذ والعطاء، ونتبادل، اللي معاه حاجة يدي للي ما معهوش. فالدنيا هتبقى كلها يعني ما شاء الله هتبقى الدنيا حلوة خالص. مش دلوقتي اللي بيعمل حاجة بيداريها من حتى جاره او اخوه علشان ما يعرفش هو عنده ايه. بصوا بقول لكم اللفتايه الكبيره دي بتطلع لفت من جوه كده ملوف من جوه او شايخ. بصوا مطلع زي اللي عامل زي السفنجة. طبعا تقول لك للناس لا ده خسارة، لا خلله، لا هيبقى ملوف كده وعامل زي الكاوتشة، ومش هيتخلل معاكي وهيبقى طعمه مش حلو، وهتخسري برطمان على الفاضي تخلي فيه ويعني وتخليل على الفاضي من غير ما تستفادي منه. انا القلب الملوف اللي من جوه ده بشيله بالسكينه كده، بص عامل زي السفنجة، بشيله باخد الجناب اللي كويسه بس. وبرضو الفتاية اللي صغيرة برضو بتبقى حلوة خالص، يعني أحلى الفتاية اللي بوريها لكم دي الصغننة الحلوة دي، بيبقى قلبها حلو كده وعامل كده زي الخصاية، ويبقى حلو جدا وبيطول معاكي في التخليل، يعني ما بيدوبش بسرعة، وما شاء الله عليه. بصوا اهو بتقطع بنتي اهو بالقطاعة، حاطة البلانشة كده على البلاستيك اللي هي بتحط فيها كده. وهوريكم ايه الخطوة اللي بتحافظ على مخلل اللفت، بتخليه يعني تحفة تحفة تحفة. يعني جربيه بطريقتي ان شاء الله مش هتندمي ابدا. كونك ان تحطيه على طول من بعد ما تقطعيه تشطفيه وتحطيه في البطرمان، لا، اهم حاجة الخطوة دي هوريها لكم برضو، ان انا بعد ما بقطعه بشطفه كويس وبجيبه في حاجة واسعة كده. هخلي لكم الكمية كلها اللي انا عاملاها دي هتهبط تقريبا النص، وهطلع المرارة اللي هو فيها. بنعمل ايه وبنضيف عليه ايه؟ مكون واحد بس هو اللي هنضيفه عليها، هيخليكي بيسرد معاكي المرارة اللي فيه، ويخليه كمان زي العسل كده ما تشبعيش من اكله. اهو بصوا بنتي بقولها وريهم ازاي بتشال القلب الملوف. علشان ايه؟ اما نيجي نقطعه كده بناخد الحتة الكويسة بس، واللي ملوفة لا. انتي لو هتشتري من السوق اختاري ايه الصغير اللي زي اللي في ايدي دي. ونصيحة ما تقشريش الجزء اللي لونه بنفسجي، لان هو ده اللي بيديكي اللون الاحمر. حتى لو ما حطيتش بنجر، انا حطيت نص بنجرايه واللون بتاعه بكم لونه زهري او بامبي جامد. فانتي ممكن طبعا علشان هو كله لونه زهري ممكن تستغني خالص عن البنجر. لو مش متوفر عندك ممكن تعمليه عادي جدا وتستغني عن البنجر نهائيا، لان انتي بتحافظي على الحتة اللي لونها بنفسجي ومش بترميها او مش بتقشريها، فبالتالي هتخلي لك هي دي اللون ده هيروح في التخليل، وهتخلي لك لون اللفت لونه حلو كده بامبا وحلو كده وجميل. المكون اللي هيخليه مجرمش انا بضيف عليه بعد ما بقطعه تماما بحط له ملح. يعني الكمية دي بحط لها حوالي ملو ايدي كده ملح، وبقلبها كويس جدا. بسيبها لمدة ساعتين، هوريكم برضو في الفيديو. بعد ساعتين هتسرد كل المية والمرارة اللي فيها. بعد كده لما هتخلليه يقعد 3 ايام بس، وتلاقي اللفت بيجي بصي ما شاء الله عسل. تاكلي كده منه انت وبتطلعي، تاكلي نص البطرمان انتي وبتطلعي منه من حلاوته. بصوا قطعناه بالشكل ده. طبعا مش هذكركم تاني، اللي ما حطليش اللايك يا ريت يحط لي اللايك يا جماعه، انا زعلانه منكم جدا، لان اانا بطلب منكم حطوا اللايك يا جماعه وما بتحطوش اللايك. بلاقي على الفيديو لايكين 3 أو 5 لايكات بالكتير، وب يعني ما بتفتكروش. كان عندي هنا شوية جزر خفت ايه كده هما مرضوا بصراحة، خفت لا يبوظوا، وقلت بدل ما اخسرهم. ولادي بيحبوا مخلل اللفت جدا مع الجزر. تمام. فانا حطيت كده قطعتهم، برضو قطعتهم بنتي كده بشكل زي اللي بنشتريه من بره كده بالقطعة بتاعت المخلل اهو. وبصوا رشيت عليهم حوالي نص الكيس ملح، وقلبتهم كويس جدا. وبرضه همسك العجينة كده واديها قلبتين بحيث يختلط فيه كله.
بصوا هنا بعد ما سبته حوالي ساعتين سرد لي هو كل المية دي، كنت سايباه مصفيه خالص مفيهوش ولا نقطة مية. بعد ما سبته في الملح ساعتين هبط الكمية اللي انا كنت حطاها، لو ملاحظين كان ملو اكتر من ملو ونص العجان، هبطت وطلعت لي المية دي المرة، اللي دي بعد كده هتحافظ لك على جرمشة اللفت او الجزر، هتفضل لك لاخر حباية فيه مجرمشة. هاخد المية دي اصفيها واشطف شطفة حلوة، وبعد كده هعبيه زي ما انتوا شايفين كده في البطرمان. نجيب بطرمان حلو كده ونضيف ومعقماه بمية مغلية و... ومنشفاه كويس. جبت جرنين من الشطة دي أجركم الله، جرنين الفلفل دول يعني أنا بسمي الفلفل الحامي ده خالص إن ودع أهلك، لأني من كتر حميانه محدش بيقدر يستحملها، حتى لو حطيتي منه جزء بسيط على في الأكل أو كده أو في حاجة هتلاقيه بيجي ولعة ولعة خالص. فأنا حطيت التلات قرون على على البطرمان ده كله. البطرمان ده حوالي بيشيل أكتر من 5 كيلو. تمام. حضرت بقى منجوع التخليل اللي هو عبارة عن إيه؟ معلقة من السكر، على قد حياج المية اللي انت هتحطها للمخلل ملح، يعني مش هقولك معلقة ولا معلقتين، احنا عاملين بالبركة، فعلى حسب ما تدوقيه وتلاقي ان الملح بتاعه كده حلو ومظبوط. حطينا في بين كل طبقتين من المخلل شريحتين من البنجر زي ما انتوا شايفين كده، والمكون بتاع المحلول الملح اللي حطيت فيه ملح وسكر ونص كوباية خل. تمام. بس كده. وحاطه هو شرايح البنجر، بعد ما قشرت البنجرايه حطيت شرايح في كل ركتين كده، بحط ايه للبنجر، وحطيت المحلول الملح بتاع التخليل في البطرمان كده لغايه ما تغطيه خالص خالص تماما زي ما انتوا شايفين كده. فلغايه ما يملى البطرمان خالص بالمحلول الملحي اهو. بص وصل لحد هنا، هكمل برضو. تمام. لغايه اخره. تيجي لو مهما كان البطرمان بتاعك محكم مع التفاعل وبيعمل هواء الليفت او اي مخلل، فبيديلك مساحة اكبر من حجم المخلل. فانا بعمل ايه؟ جبت كيس تلاجة، لقيت ان كيس التلاجة اتقطع خالص، رحت جبت كيس من اكياس الرز بتبقى تخينة وتقيلة، شطفته وغسلته كويس ورحت حطيته على البطرمان من فوق ورحت قافلة على الغطا. يعني بصوا برشمهولي برشيم. بصوا نتيجة المخلل، بصوا ما شاء الله حلو جدا. وان شاء الله في فيديو تاني هصوره لكم بعد 3 ايام او 4 ايام بالكتير تاكلي مخلل زي العسل. تمام. جربوه بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم، وهوريكم شكله النهائي في الفيديو القادم.